الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا، كيف حالكم؟ أتمنى أن الجميع يكون بخير وصحة وسلامة ورحمة من الرحمن الرحيم. اليوم رايحة أشارك معكم كما وعدتكم من قبل يعني الأمورات اللي نديروها في هذه الليالي العشر، ويعني هي عبارة عن جدول عملي للقيام في هذه الليالي العشر. يعني ما كانش عندي سبورة باش نكتب لكم كل شيء، غادي نلخصهم لكم هذه الأعمال إن شاء الله بإذن الله بشكل بسيط ورايحين قاعد تفهمون بإذن الله. إذا أول حاجة اللي حابة نقولها لكم أنه هذه العشر يجب علينا أن نكثر من الدعاء، الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. كل الأمورات اللي راهي غادي نهضروهم دروك سوف يعني هي ما إلا مقدمة لكي يستجاب دعاءنا بإذن الله، ولكي نقبل عند رب العالمين. ولازم يكون الدعاء خير الدعاء نتاعنا اللي دايما نقولوه يعني في هذه الأيام هو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ثم ندعو كل ما تيسر من دعاء يكون لنا شخصيا. إذا أول حاجة اللي نبدأ بها هي أننا نبدأ بتجديد النية في هذه العشر، والنية تكون مثلا نية التوبة، نية الصيام، نية القيام، نية أننا نضع يدنا في يد الله، نية أننا نكون مع الله دائما وأبدا، لكن يعني تكون نية طيبة صالحة، وتكون يعني صادقة صادقة، مع استحضار النية في كل الأعمال. مثلا وأنا أحضر الطعام أستحضر نية إفطار صائم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه إفطار صائم، من يفطر صائم له أجر ذلك، له أجر الصيام تام. وأنت تطبخين لأهلك، لزوجك، لبيت العائلة، لكل أخواتك، استحضري نية أنني سوف أفطر صائم لوجه الله، وهكذا يكون العمل يعني خالص لوجه الله ويكون مأجور بإذن الله. كذلك مثلا أنا بما أني أقدم جلسات علمية للطلبة دائما أستحضر نية أني نية الإحسان في هذا العمل وتزكية العلم اللي أعطاني رب العالمين، ما رزقت به من علم. أستحضر هذه النية دائما، يعني كل عمل نقوم به مهما كان نستحضر نية الإحسان ونية أن الأجر يكون لرب العالمين بإذن الله. المحافظة على الصلاة في وقتها مع النوافل، وهنا الأمر ميسر كل حسب استطاعته، اللي يقدر يصلي 2 ركعات، اللي يقدر يصلي 4، النوافل والرواتب هنا. كذلك الأمر الذكر، الاستغفار، التسبيح، وهنا أفضل الذكر بما أننا في هذا الشهر الفضيل هو قراءة القرآن. نديروا الورد نتاعنا اليومي ونحاول أننا نجتهد من أجل أن نستطيع من ختمة في هذه العشر بإذن الله. والختمة ما تكونش يعني خصنا غير نجلس ونبقى نقرأ في القرآن، لا، يمكنني أن أصلي قيام الليل يعني بالختمة، أينما كنت وصلت في القراءة نزيد نكمل، وهكا باش نساعد روحي على الختمة بإذن الله، والأمر ميسر بإذن الله في هذه العشر. كذلك نحن هنا يجب علينا أن نتحدث عن القيام، يعني قيام الليل، لأن العشر يعني لياليه وكل العمل اللي يدخل يعني في الليل، مثلا من ذكر، من صلاة، من قراءة القرآن، من تسبيح، مثلا صلاة التراويح بعد العشاء، كل هذا قيام. إذا هناك صلاة التراويح وهناك التهجد الإنسان بعد اللي ينام مور صلاة التراويح ويقوم من أجل أنه يصلي ويقوم الليل، فهذا يدخل يسمى بالتهجد. إذا كان التهجد في وقت الثلث الأخير من الليل يسمى يعني قيام الثلث الأخير من الليل، لكن إذا كان قبل الثلث الأخير من الليل هنا ينبغي أننا نضع ركعات في تهجدا وركعات قيام الثلث الأخير من الليل. إذا يقدر من 3 يعني صباحا إلى موعد صلاة الفجر بإذن الله. هذا هو الثلث الأخير، وهو المذكور في القرآن الكريم، وهو وقت السحر، ويعني والإنسان فيه لازم يقوم. قادرين ما تقوموش قبل يعني تهجدا وكاع، لكن لازم الإنسان ينوض
قبل في هذا الثلث الأخير ويدير ركعات لرب العالمين. خاصة احرصوا أن لا يفوتكم الثلث الأخير، لأنه يسمى قيام ليل. عندما تصلي ولو ركعتين في الثلث الأخير من الليل يسمى قيام ليل. إذا احرصوا أنكم ثم أيضا تسحروا، نوضوا ساعة قبل ولا ساعة ونص، وديروا هذيك الساعه للقيام نتاع الليل. صليوا 2 ركعات مهم، ولا 4 ولا 6 ولا 8، مثنى، وقراوا القران فيها يعني عن طريق كما قلت لكم تمسكوا المصحف، الامر ميسر، تقراوا تقبضوا المصحف هكا وتصليوا بالايات نتاعه. اذا كان صليتوا ب100 ايه تسمون من القانتين، فاجتهدوا. واللي ما قدرش يصلي المهم 2 ركعات بما يحفظ. المهم ما يضيعوش هذه الليله، وتجمعوا تسبحوا تذكروا ربي، تذكروه. يعني ذكر اكبر حاجه قلت لكم تذكروها هي قراءه القران في هذه الايام، لكن هذا لا ينفي اننا ما نديروش ورد تاع التسبيح، نسبحوا سبحان الله، بقيه الصالحات سبحان الله والحمد لله والله اكبر لا اله الا الله. ويمكننا ان نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كما اكبر الامور اللي نوصيكم عليها انه ديروا ورد نتاع الاستغفار، المستغفرون في الاسحار، وتدعون الله بكل يعني الامورات اللي تعرفوها. يمكن لكم ان تدعون الله باسمائه الحسنى، فتفعيل الاسماء الحسنى يمكن غادي ندير لكم فيديو عليها ان شاء الله غدوه. في هذه الايام الفضيله هو امر عظيم عند رب العالمين. تفعلوا الطاقه نتاعها، ونحن في يعني ليالي روحانيه، وهي نفحات من عند رب العالمين. واذا اتت نفحات رب العالمين على الانسان ان يضع وقفه مع نفسه ويعيد ترتيب حساباته ويلبي النفحه، لانه ما راهش غادي تعاود تجي مره واحده اخرى. لذلك الرسول عليه السلام كان كما جاء عن حديث سيدة عائشة، يعني يلم الفراش نتاعه، يجمع فراشه ويشد مئزره. المئزر هو سروال كانوا يلبس، لانه القطع اللباس اللي كانوا يلبسوه في وقت الرسول عليه السلام من قطعتين، والمئزر هو عباره عن سروال فيه كي الحزام كي التكه. يشد مئزره يعني زيره يشدها، كانوا يشدوه كذلك الامر في الحرب باش ينطلقوا. يشد المئزر نتاعه باش يتاهب ويشمر عن ذراعيه، ويبدا يصلي عليه الصلاه والسلام ويوقظ اهله. لانه هذه الامور وهذه الليالي لعظمتها الانسان اللي تبغيه لازم تنوضه باش ان شاء الله ياخذ الاجر مثلك. وادعوا لبعضكم، الانسان اللي يدعي لخوه، يدعي للزوج، يدعي للزوجه، يدعي لاولاده، يدعي لاحبابه. ادعوا لبعضكم واطلبوا هذا، يعني الدعاء مستجاب. بما انه الدعاء مستجاب قول لخوك يدعي لك وانت ادعي له، هكا باش تكون كاين استفاده باذن الله. نقوم الليل، هذا القيام اللي قلت لكم في الثلث الاخير من الليل، وننتظر تأدية صلاة الفجر التي هي عبارة عن صلاة الفريضة وصلاة السنة. صلاة السنة التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر تغنيك عن الدنيا وما فيها، يعني ثم نأتي بركعتي الفريضة ونجلس حتى الشروق. لماذا نجلس حتى الشروق؟ لأنه لو كانت الجلوس ننتظر شروق الشمس هنا، إذا كانت ليلة القدر سوف يكون يعني تكون حركة الملائكة وحركة جنود الله سبحانه وتعالى اللي سوف تنزل هذه الليلة عظيمة عند رب العالمين، وعظمة تاعها موجودة في القرآن. فانطلاقا من هذا اليوم الذي هو يصادف أول ليلة وترية في هذه العشر، انطلاقا من مغرب اليوم ادعوا الله وقدموا كل يعني ما تملكون في سبيل أنه يمكن باش يعني تخرجوا من هذه الليالي ومن هذا الشهر ببركة كبيرة. ادعوا الله بكل ما أوتيتم من يعني قدرة وطاقة، فله خزائن الأرض وما بينهما والسماء وما بينهما. ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله يا رب العالمين نكون كفيت ووفيت. يعني اعتذر اذا كان صوت اولادي راه معايا في الفيديو، راهم هنا معايا، ما جبرتش وقت واحد اخر لكي اصور. الان نقول لكم تهلاو في رواحكم، لا تنسونا من خالص دعائكم ولكم بالمثل او اكثر. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. صحفتكم ونلتقي في فيديو آخر. إلى